أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست الرياضة المصرية. معاكم محمد هشام. النهاردة أنا اللي بقود الحلقة عشان أحمد كسب ال11 النهاردة. مبروك يا أحمد. مبروك يا اتش حبيبي. آه، النهاردة حلقة مميزة جدا، داخل سخن أنا عليك إمم. عشان زي ما بقول نهائي الأبطال. أو خلص موسم الأبطال عشان مانشستر بالضبط. سيتي كسبت انتر ميلان 1-0 وقدرت تاخد الشامبيونز ليج الأولى ليها بتاريخها، والنادي قدر يوصل للحلم اللي هم بيحاولوا يوصلوا فيه بقى لهم 5 6 سنين بالذات. والنادي الأهلي 11 يا أهلي من الوداد. ماتش كان صعب جدًا. شخصية النادي الأهلي فرضت نفسها على الماتش. حابب أسألك إيه رأيك في الماتش؟ إيه رأيك في الجمهور؟ إيه رأيك في حضور النادي الأهلي في التنظيم؟ حاجات كتير أوي هنتكلم فيها مع بعض النهارده، بس حابب أبتدي معاك من بداية الماتش لحد نهايته. وأنت كانت بداية الماتش كانت من عندك أمّا أنت قُلت لنا في البودكاست اللي فات إن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب طبعًا محفظ الألقاب اجتمع باللاعبين وادّاهم رسالة مهمة، وكان حسام غالي هو اللي كان رئيس البعثة وعجبني أوي إن هو ادّى له. يعني أي حد تاني كان ممكن لأ، أنا رئيس النادي اللي هانزل. فلفتة جيدة جدًا من كابتن محمود الخطيب. حابب أبتدي معاك طبعًا أول نُص ساعة في الماتش، لحظة الوداد جاب الجون الأول في الدقيقة 27 من عرضية سواء هنختلف المهاجم تقريبًا مهاجم حَط في آه. دماغه فيها والّا لأ، بس أنا شايف إن هو ما حطّش دماغه فيها، هو بس كذا حد اعتمد على بعض. إمم. كنت حابب أعرف وجهة نظرك الفنية في الجون ده. أنا وجهة نظري في موضوع الجول، أنا شايف إن هي غلطة يتحمّلها الشناوي وعلي معلول. يعني الشناوي كان المفروض يطلع خطوة قدّام شوية عن الجول عشان يبقى قافل جوله بطريقة كويسة. نفس الوقت معلول كان المفروض يبقى الjump بتاعه أحسن من كده، خط الدفاع يكون متمركز بطريقة أحسن من كده على ال18. بس يعني الحمد لله يعني هو جول. بس أنا الغلطة دي كانت بتتكرر كتير مع الأهلي. لازم في الماتشات اللي جاية يشتغل كولر عليها. يشتغل عليها طبعًا. في موضوع التمركز الدفاعي للحارس والخط الدفاع كله. أتّفق معاك جدًا. خلّي بالك حُرّاس كتير أوي بيتخدعوا من الحركة دي، بالضبط. إمم. وفي أوروبيًا يعني عامةً، إمم. مش بس في مصر ومش مع الأهلي بس عامةً. هي بتبقى حتى أنت شُفتها رونالدو مع إمم. كأس العالم اللي فات تقريبًا، برضه حتى ناس كانت مطلّعة بالضبط. meme عليها إن هو إمم. أنا اللي مستوي بدماغي إمم. وبتاع. إمم. فلأ طبعًا كان شوط أول الصراحة الأهلي من وجهة نظري أقل مستوى ليه أو بالضبط. قال الشوطة أول. الفنية على مستوى البطولة. لأ، أنا مش هنستغرب بغض النظر عن ماتش إمم. سان داونز. كان شوط وبرضه خلّي بالك برضه إيه، يعني إحنا عارفين السيناريو. يعني إحنا اتكلّمنا قبل كده إنه كده عارف إن أنت أول نُص ساعة مثلًا تروح مضغوط عليك. هتبقى مضغوط إمم. عليك. أنت مستني اللي قدّامك يقع بدنيًا بالضبط. ودي الكورة يعني. أي حد فاهم كورة هيقول لك النقطة دي. كنت حابب برضه أسألك في فكرة بعد إحراز الجون. آآ زي ما أنت بتقول دايمًا لعب شمال أفريقيا. في لعيبة طلعت برّه الماتش، زي كذا لعيب زي شحات، كهربا حسين الشحات. والشحات. شَد الحكم كان ممكن ياخد إمم. فيها طرد. بالضبط. برضه الأهلي كان حاطط في دماغه شوية موضوع الحكم، مع إن أنا كنت إمم. شايف إمم. إن الحكم يعني ماشي، هي بس الكورة دي فيها اختلاف وجهة نظر، بس أنا شايف إن الحكم دار المباراة بطريقة كويسة، بيدّي 8 دقايق وقت بدل ضايع. 5 دقايق في أعتقد الشوط الأول. يعني بغض النظر يعني بنتكلم عن الشوط التاني إمم. برضه عشان دي كانت آه. اللحظات آه. الحاسمة في لمّا الشوط الماتش التاني. وقف عشان الشماريخ بالضبط. والملعب. فهو بالتالي ادّى إمم. حقّه جدًا. عايز أعرف وجهة نظرك أول حاجة في الحكم. الحكم الآسيوي بلاك متسيمبا أنا شايف إن هو أدار المباراة. لو أنا هادّي له تقييم هادّي له 7/10. مش يعني في بعض الحاجات كده، في بعض الهفوات وقعت منّه. شخصيته كانت ضعيفة شوية مع لعيبة الوداد. كان أي حد بيزعّق فيه كان بيتشد كده ويخاف. بس يعني إلى حدٍ ما مش أنا ما كنتش متوقع إن هو هيبقى أداؤه أقل من كده. بس هو يعني لأ، يعني مستواه كان أحسن من توقعاتي. وأدار الماتش إلى حدٍ ما إدارة جيدة في التوقعات اللي إحنا كجمهور الأهلي كنا حاطينها وكنا خايفين منها. افتكرت إن الأهلي هيتعادل قبل الشوط الأول ما يخلص. لأ. اشمعنى؟ لأ، أنا كنت الشوط الأول كان يعني باين كده إن لعيبة الوداد بدنيًا كانت واقفة على رجليها. أنت كنت خايف وكنت مش هاقول خايف، كنت قلقان إلى حدٍ ما. ما كنتش متمركز صح. كان في بعض اللعيبة كتير أوي مشدودة ومتعصبة. كانوا برضه زي ما أنت الكلمة اللي أنت قُلتها، كانوا نازلين حاطين في دماغهم خايفين من الحكم. الحكم هيعمل معانا إيه، الحكم هيبقى كويس والّا وِحِش. ماتش تقيل فكان برضه. طبعًا، وده كان ماتش تقيل. الخبرات فرقت. تغييرات كولر بعد هنروح لها. تغييرات كولر في الشوط التاني فادت الأهلي. نزول لعيبة تقيلة فادت الأهلي وحرّكت الفريق، مع زي ما كنت باتكلّم معاك،
مع إن الوداد وقع بدنيًا. يعني بغض النظر عن الشوط التاني خلّينا نتكلّم بس في وجهة التنظيم إمم. من من المغرب. طرف المغرب إيه رأيك في التنظيم؟ أعتقد إن ما الأهلي لاحظتش ما لاحظتش حاجة أو ما شُفتش على السوشيال ميديا حصل مناوشات إمم، زي ما حصل السنة اللي فاتت مجلس بالضبط، إدارة دخل، ما دخلش، دي لأ حقيقة. الدنيا كانت سلسة جدًا والناس دخلوا والجماهير دخلت وكان ليها partition في الإستاد، كانوا حتى دخلوا دخلوا بشماريخ بشماريخ وbanner وبانرز وبتاع أيوه وعملوا بالضبط، دخلة، بالضبط. فكان التنظيم إلى حدٍ ما أحسن من السنة اللي فاتت. شايف إن هو ماتش final إحنا نظمناه إحنا هنا في مصر نظمناه بطريقة كويسة، والرد كان في المغرب نظموه برضه بطريقة كويسة. ده حاجة فعلًا أنا إمم. أتّفق معاك فيها. خلّينا ننتقل للشوط التاني. كنت لسه بتتكلّم على التغييرات. زي ما أنا قُلت لك قبل كده إيه فكرة إن الأهلي أصلًا جاله الcorner دي، فمن إمم. الcorner دي جات الجون. إيه وجهة نظرك في التغييرات وإيه رأيك في التغييرات وشايف الأهلي دار الشوط التاني إزاي بعد بالذات التغييرات؟ مش الشوط التاني عشان الشوط التاني برضه البداية ما كانتش قوية أوي زي بالضبط، ما إحنا بالضبط متوقعين. بس إيه رأيك بعد التبديلات عشان خلّينا نقول إن الtwist point أو الtwist plot في الماتش هي كانت من التغييرات بالضبط. اللي حصلت. كولر بدأ زي ما أنت قُلت، كولر بدأ الشوط التاني قصدي بطريقة إن هو اللعيبة برضه كانت نازلة لسه في دماغها الشوط الأول. التغييرات اللي حصلت كانت أهم حاجة حصلت في الشوط التاني، إن التغييرات كانت بدري، ودي حاجة كان الجمهور الأهلي والأهلي مفتقدها الفترة اللي فاتت، إن افتقدناها الشوط بالضبط، إن الماتش الذهاب أمّا طلّع في آخر في آخر تِلت 5 ساعة دقايق لأ بالذات finish كان في الحارس. بالضبط، كان آخر 5 آخر دقايق. 5 دقايق ساعتها حتى انتقدنا شبّيناه الموضوع ده. بجوارديولا، قُلنا إن هو بالضبط، بيقلد جوارديولا، بالضبط، بس هو ما كانش ينفع يعمل كده في الماتش ده. طبعًا. الماتش ده كان لازم يغيّر بدري، كان عندك مشكلة في كهربا، أنا وجهة نظري إن خروج كهربا كان من أكتر الحاجات اللي كانت مفيدة في الماتش، ومحمد شريف فاد الفرقة إن كل الكورة العالية اللي كانت بتتلعب من خط الضهر لمحمد شريف كان بيطلع ياخدها كويس، أحسن من كهربا ده وجهة نظري. أختلف معاك، ليه؟ أختلف معاك. ماشي. إيه فكرة إن الأهلي جاب الجون؟ ليه الكورنر دي حصلت؟ أنا هاقول لك وجهة نظري. إمم. الأهلي كان بيلعب ب3-6 صح؟ أنت أهم لعيب عندك ال ال10، 15 ماتش اللي فاتوا مين في نُص الملعب؟ مروان عطية. مروان عطية. ومروان عطية هو مسمار نُص الملعب، بالضبط. صح كده؟ فأنت أمّا بتطلّع مروان عطية بتلعب في الدقيقة كام؟ طلع في الدقيقة 60 60 فأنت آه. فاضل لك نُص ساعة، إمم. فأنت بتدّي رسالة لفرقتك كلّها إيه، إن إحنا خلاص إمم. مسمار الفرقة. يعني كان في الزمالك السيزون اللي فات طارق حامد، كإنّك بتطلّع مثلًا كازيميرو. إمم. فاهم قصدي؟ أنت بتطلّع لعيب هو مسمار، هي دي بتاعته، هو بيلِم وبيطلّع. فاهم قصدي؟ فأنت بالتالي أمّا تطلّع لعيب زي ده في آخر نُص ساعة، أنت خلاص بتدّي message لفرقتك كلّها بالضبط. إن إحنا وغيّروا بصانع ألعاب عشان هنريسك. ينقل يعمل. بالضبط. إمم. فالأهلي ابتدى ياخد كورنرات، ابتدى ياخد فاولات، بالضبط. ابتدى لعيبة الوداد دي أهم حاجة، ترجع. يرجعوا نُص إمم. ملعبهم. دي نقطة مهمة جدًا. حصلت منها الcorner اللي أنا شايف إن هي مش نوعًا ما حظ. لأ، هي متدربين هي عليها. متدربين عليها واتعملت مرّة و2 وفي و3. تفاهم كبير جدًا بين معلول وعبد المنعم بالذات في الكورة دي وفي الملعب ده. عبد المنعم على قد ما هو مشاكس فهو إمم. لعيب ذكي. بالضبط. لعيب ذكي جدًا. لعيب ذكي جدًا وقدر إن هو يقدر يعني عمل screen إمم. مع السولية السولية. وراح سبق المدافع، فالمدافع قريب. أصلًا سابه إمم. فطلع حطّها. كان جون كويس جدًا. بس هي دي الplot twist في الملعب في الماتش قصدي. إن كولر وصّل إحنا النُص ساعة اللي جايين دي خلاص بقى أنت أصل هن 1-0 زي 2-0 فهي كده خسران البطولة هنهاجم، آه. خسرانين، مش بالضبط. فارقة، يالّا. فاهم إمم. قصدي؟ إمم. فدي كانت نقطة مهمة أوي الصراحة، وأنا اتبسطت جدًا إن هي حصلت وأنا كنت خايف إن مثلًا أمّا لعيبة الأهلي تاخد وقت أكتر عشان ترجع الماتش. أنت برضه بقى لك ساعة ما بتلعبش. إمم. ممكن كورة أو كورتين. والنقطة اللي أنا أختلف فيك مع محمد شريف. محمد شريف أنت أمّا نزلت وأنت قُلت لي من شوية لعيبة الوداد كانوا إيه، كانوا وقعوا بدنيًا. بالضبط. أنت المفروض أنت منزّل واحد عشان يخطف. إمم. فاهم قصدي؟ منزّل واحد عشان يخلّص لك، يريّحك. فاهم قصدي؟ فأنت دورك نازل، أنت أعلى بدنيًا من اللعيبة دي. إمم. نازل 1-1. إمم. فأنت 90% أنت كسبان. حتى لو بالضبط. دخل فيك جون ما فيش ضغط، هتلعب extra time. إمم. فاهم قصدي؟ فأنت إيه في دماغك غير إن أنت تحقق هدف واحد، إن أنت تروح بالضبط. على الجون، يا إما تجيب جون، يا إما تصنع جون. فاهم بالضبط. قصدي؟ إمم. فأنا بالتالي أختلف معاك في محمد شريف، إن محمد شريف كان شايف إن هو كان يقدر على الأقل مضيّع 3 فرص بالضبط، 3، 4 محققة فرص هو وعبد 100 القادر. 100% إمم. الصراحة. أخيرًا، إيه رأيك في لقطة شوبير والشناوي في آخر الماتش، أمّا الشناوي قلع الميدالية وادّاها لمصطفى شوبير. كانت لفتة جميلة جدًا. بالضبط.
وجهة نظرك فيها إيه؟ أنا شايف إن دي من أحلى لقطات الماتش، مصطفى شوبير أوفا كان من أهم العوامل إن إحنا نكسب البطولة دي، قدّم ماتش كبير جدًا في ماتش الذهاب، كان هو من العوامل اللي أدّت إن الأهلي يخرج النتيجة 1 الوداد ما يجيبش أكتر من جول. بصراحة لقطة كويسة جدًا من الشناوي، الشناوي برضه عمل ماتش كبير، كابتن الفرقة، دي ثقة ادّى دفعة معنوية لناشئ ولعيب مهم في الفريق، وأنا باقول إن في يوم من الأيام شوبير هيبقى واحد من يعني مش هاقول أهم حراس مصر وفي أفريقيا. هو حتى برضه شوبير راح قلع الميدالية وراح بالضبط، مدّيها له طبعًا، صَد كورة في أول ربع ساعة في مباراة الذهاب قوية جدًا، كانت بالضبط انفرادة، كان انفراد فكانت حاجة كويسة جدًا. إيه تعقيبك، وجهة نظرك أو رسالتك للأهلي وجمهور النادي الأهلي بما إنك أهلاوي متعصب جدًا؟ مبروك ال11. بطولة كانت مهمة جدًا بالنسبة لنا، بالذات إن إحنا خدناها من قلب مُركِّب محمد الخامس، بعد كل اللي حصل السنة اللي فاتت وإن الوداد خدوا البطولة وكل اللي حصل ده. مبروك لمجلس الإدارة، مبروك للعيبة إن شاء الله، الجاي أحسن. مستنيينكم إن شاء الله في السعودية في ديسمبر، عندنا كأس عالم للأندية، معانا السيتي، معانا فرق تقيلة جدًا، محتاجين إن الأهلي يطلع برّه عباية المركز التالت والبرونزية، عاوزين نعمل أداء مشرف ونروح نلعب الفاينل، وناخد ميدالية تانية غير البرونز. يعني طبعًا كل التحية للمغرب وجمهور المغرب يعني، بس أكيد، واخدين رابع عالم، أفريقيا السنة اللي فاتت. بالضبط، يعني كفاية خلاص عليكم بقى بتاعنا في بقى، كل حاجة يعني خلاص بقى يعني حتى اللي جاي ده بقى المفروض يبقى بتاعنا، عشان هُم بالضبط، اللي كانوا خدوا دي، اللي جاي بقى كان كان إيه، هيبقى كله بتاعهم، كان هيبقى بتاعهم، أفريقيا بالضبط، بقى كل حاجة، كل حاجة، أفريقيا اللي هي منتخبات، منتخبات، فاهم كأس قصدي؟ أمم، كأس أفريقية طبعًا. فلأ طبعًا كانت لفتة كويسة، وشكرًا على حُسن الضيافة. ودي كانت أول نقطة على النادي الأهلي. ننقل بقى على الناحية التانية، ماتش القارة التانية، دراماتيكي قاتل جدًا. إمم، مانشستر سيتي أخيرًا يكسب أول Champions League ليه، خروج دي بروين في الشوط الأول. تاني ماتش لدي تاني بروين final ليه على final يتصاب التوالي. فيه، آمم، خرج من تاني final ليه على التوالي. مصاب، حصل هزة كبيرة أوي في الفريق أمّا طلع. إمم. بخبرة والcharacter بتاع مانشستر سيتي، قدروا إن هم يقدروا يوصلوا إن هم يجيبوا جون ويحافظوا عليه. إنتر حاولت محاولات كتيرة أوي، أوي، إنتر بس قدّم ماتش كانوا أنا الفرقة الأحسن، كانوا بالضبط، الفرقة أنا ما كنتش الأحسن. متوقع إن الإنتر يعني كل التوقعات كانت بتصُب إن السيتي هينزل ياكل الإنتر ويخلّص الماتش من أول تِلت ساعة ونُص ساعة. إنتر وإنزاجي قدّموا ماتش كبير جدًا، وأنا بصراحة كنت زعلان جدًا إن الماتش يعني خلص بالدراما دي، وكورتين في العارضة لوكاكو، يعني لوكاكو مرتين ورا بعض وإندرسون تألق في آخر الشوط. لوكاكو صَد واحدة آه، وضيّع واحدة. وضيّع واحدة بالضبط. يعني صَد واحدة وضيّع واحدة. آه، لأ طبعًا كانوا نازلين من الأول، هي دي الشخصية الإيطالية عامةً. آه، أنت نازل بتضغط ضغط عالي، جرينتا، بتضغط ضغط عالي، ال11 ورا الكورة، بس جالهم فترة. هي دي بقى النقطة، بييجي لك بالضبط. فترة مهما حصل البدني بتاعك لازم تُقع، هم أدّوا على قد ما يقدروا. مارتينيز مضيّع فعلًا الكورة في وفعلًا آخر دقيقة. السيتي السنة دي من أتقل الفرق بدنيًا على مستوى العالم. شايف إن الماتش ده أنت عملت بطولة كويسة، إمم. فالكورة خدمتك. فهي من الآخر كده السيتي يعني دي بروين نُص ختام موسم الفريق. كويس فأنت السيتي. الكورة خدمتك فكسبت الماتش ده، إمم. لكن غير كده أنت على الورق وفنيًا ومعنويًا كنت وكل الكلام وِحِش. ده كنت وِحِش. هو من أسوأ ماتشات السيتي في الموسم عامةً. آآ هو مش من أسوأ، هو أسوأ ماتش، إمم. فاهم قصدي؟ فإيه رأيك في أداء السيتي؟ زي ما قُلنا إن السيتي كان ده من زي ما أنت قُلت من أسوأ أو هو أسوأ ماتش ليه في السيزون. آآ هو كسب البطولة تكليلًا لمجهودات السيزون، دوري إنجليزي، كاس الاتحاد FA كاب، ولا خسارة في دوري الأبطال، فطبيعي إن أنت أكسب البطولة وده اللي كان لازم يحصل، إن أي حاجة كانت هتحصل غير كده ما كانتش هتبقى منطقية. فمبروك للسيتي، مبروك لجمهور السيتي. مش عارف السنة الجاية هيعملوا إيه، بس أتوقع إن دي الأولى وممكن تتكرر السنة الجاية. هو يعني أنا توقعي إن لو عمل season يعني يعني ميركاتو كويس ودعّم صفقاته وحافظ على اللعيبة اللي عنده، إن في تقارير جدًا كتير بتقول دي بروين برناردو سيلفا ممكن يمشي، جاندوجان. محرز، جوندوجان، وطبعًا كل الوجهة رايحة السعودية. لو هو عرف يعوّض اللعيبة دي بلعيبة تقيلة برضه أو خلّاهم زي ما هم، فأتوقع إن السيتي برضه مكمّل في نفس المستوى. أنا برضه شايف إن السيتي محتاج السنة اللي جاية يتقل الدكة بتاعته أوي. إمم. محتاج تجيب مهاجم تاني مع هالاند. هالاند برضه موجود ألفاريز. ألفاريز برضه من الشخصية اللي هي إيه، ما تحسّوش أنا راضي بالدكة.
عايز ياكل الملعب، أنا راضي فاهم بالدكة قصدي؟ آه. راضي بالدكة، أنت محتاج حد يكون فاهم بيدبدب ورا هالاند بالضبط. شوية، فاهم قصدي؟ ألفاريز عامل موسم كويس حتى مع السيتي جايب أجوان إمم. فارقة وعامل أرقام كويسة، بس هُم محتاجين يعملوا صفقات في نُص الملعب، محتاجين يعملوا صفقات في الدفاع، محتاج محتاجين يبقى يجيبوا بديل عنده لدي بروينة. محتاجين دكة. إمم. أنا مقتنع إن دي بروينا والناس اللي هي بتبقى شايلة فريق ده تبديلها أو تغييرها ما بيبقاش بلعيب واحد برضه، بالضبط. فاهم قصدي وعلى إيه؟ مراحل. إلا بعد فترة، إمم. تاخد فترة. فشايف برضه إن هم عندهم ناشئين كويسين، هو مش ناشئين بقى، بس هو Phil Foden عنده 19 سنة، إمم. هو مش ناشئ، أنا باتفرج عليه بقى لي سنتين، فاهم قصدي؟ بالضبط. فلأ السيتي مبروك للسيتي إمم. ومبروك للأهلي. آمم، كانت من المرات القليلة اللي أنت تتفرج على 2 final في 48 ساعة، بالضبط. فدي كانت حاجة كويسة جدًا للكورة عامةً. أنا كزملكاوي وبرشلوناوي استمتعت الصراحة بالضبط عادي آه. خالص كانت يعني. متعة إن أنت تتفرّج على فاينل أوروبا وبعدين فاينل أفريقيا، دي كانت لا حاجة للتعصب يا شباب، لا آه. للتعصب. لا اتعصبوا عادي يا جماعة ما فيش مشكلة. لأ، لا للتعصب، كلّنا بنخدم منتخب مصر، إن والّا إيه يا شاء أستاذ الله. أحمد؟ لأ طبعًا. عندنا ماتشين جايين مع غينيا وعندنا ماتش مع جنوب السودان، أتمنى إن يبقى تجربة كويسة للمنتخب. أنا عارف إن تجربة جنوب السودان دي هيبقى فيها تجربة أكتر للعيبة الشباب مواليد 2003. ناشئين أكتر واخد خلي بالك إن هو روي فيتوريا واخد لعيبة كتير أوي من مواليد أوي، 2003 أوي، أوي، في أوي، أوي. منتخب الشباب، فأتمنى إن تكون تجربة كويسة وتجربة غينيا اللي هتتلعب في المغرب. عشان غينيا بتلعب أرضها المغرب، اختارت إن أرضها تبقى المغرب، فإن شاء الله تبقى تجربة كويسة ونشوف محترفين، هنشوف صلاح، تريزيجيه، كل اللعيبة دي وطبعًا أنا من الناس الزعلانة جدًا إن أنا مش هاشوف طارق حامد وحجازي، أتمنى الشفاء لحجازي بعد حوار الصليبي طبعًا. وطارق حامد يرجع ويلعبوا مع بنزيما في اتحاد جدة إن شاء الله. بس كان سامع أخبار إن طارق في كلام إن طارق ماشي عشان كانتي جاي، فطبيعي إن بس طالما كانتي لسه بيقولوا تقريبًا في كانتي عشان حاجة، موضوع في المشاكل تقارير طبية. بالضبط، آه. الفحوصات الطبية بتاعته مش أحسن حاجة، فاتحاد جدة مقلّق، هييجي ويقعد على الدكة، فهو هيمشّي طارق حامد، فإيه اللي هيحصل؟ فهو لسه ما خدوش قرار، بس أنا شايف إن طارق حامد كلعيب كنجم للكرة المصرية طبعًا. وعامل سيزون كبير جدًا مع اتحاد جدة، لو جاي كانتي جاي لازم طارق حامد يمشي، وأتوقع إن مليون نادي يتمنى إن يكون طارق حامد طبعًا. واحد من لعيبته في الفريق. ارجع الزمالك يا طارق. أنا يعني توقُّعي الشخصي إن لأ الزمالك طارق هيكمّل في هيكمّل في السعودية، السعودية طارق كده، عشان كده هيكمّل في الموضوع مادي السعودية. مش عشان حاجة. بس لأ مش فكرة ماديًا برضه، بس طارق يعني برضه إيه، السِن برضه. إمم. آآ طارق برضه قدّم اللي هو يقدر يقدّمه بالضبط. 120% لنادي إمم. الزمالك، مش هاقدر. إمم. طارق إحنا بنعامله كإنه ابن من أبناء نادي الزمالك، وهو بالضبط. فعلًا ابن من أبناء نادي الزمالك. فلأ طبعًا هي ما لوش، أنا مش شايف إنها ماديًا أوي، إمم. بغض النظر إن في مشاكل حصلت طبعًا، بس جماهير الزمالك كلّها ماشية ورا طارق يعني، فاهم؟ طارق يعني the legend بالنسبة لنا يعني، فاهم قصدي؟ دي كانت حلقتنا النهارده، كنت اتبسطت إن مبسوط معاك أنا جدًا يا H إيه رأيك النهارده فيّا كمذيع؟ جدًا، مبسوط؟ مبسوط جدًا. ننقل بقى هتكمّل أنت عشان على طول لا، لأ. لا، 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 الموضوع طلع موتِّر جدًا. الموضوع طلع موتِّر جدًا، بس أنا قُلت الليلة ليلتك يعني، بالضبط حبيبي، لازم حبيبي. أحتفل بيك يعني، 48 ساعة على الfinal يعني، فأنت عاوزين نقول لازم. للناس برضه إن هم يسمعوا البودكاست بتاعنا على كل platform أنغامي، جوجل، ممكن Apple أجرّب؟ ممكن تقولها ممكن عادي. أجرّب؟ ممكن تقدروا تسمعونا على تقدروا تسمعوا كل طبعًا الpodcast بتاعنا على أنغامي، Google Spotify. Play، Spotify، Apple podcast. وعايزين تعملوا لنا follow على Smash Sport، ده الشركة بتاعتنا الأساسية، أوجوستوس ميديا Smash Sport على إنستجرام، فيسبوك، تويتر، تيك توك، هتلاقينا في كل حتة بننزل teasers للرياضة المصرية، ده الpodcast بتاعنا. واستنونا في حلقة جديدة مع أحمد طارق ومحمد هشام. سلام.